السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا قلت لازم تيجوا معايا بقى نشوف الفيديو ده ونعمله مع بعض حالا مع بعض. انا هنا حطيت سمنة على النار وحطيت فيها لسان عصفور وحمرته زي ما انتوا شايفين كده. هتعملي ايه يا رندا؟ هنعمل مع بعض شوربة الخضار. خضار ايه هو بقى؟ هنجيب جزر وكوسة وبطاطس. دي احسن حاجة تعمل بيها شوربة الخضار. انا ما بعملش بالبسلة والفاصوليا والحاجات دي لانها ما بتاخدش سوا زي البطاطس والجزر والكوسة. بتبقى يعني نية. فده احسن خضار يتعمل بيه شوربة الخضار، بيبقى كلها نفس السوا ونفس الوقت. وتقدري تاكلي بيها احلى شوربة خضار. مش شرط تكوني عينة. احنا شوربة الخضار دي احنا بنحبها جدا في البيت. الطريقة بتاعتي هتخليك تحبيها جدا، اعمليها بالطريقة دي. ان شاء الله هتاكليها انتي واولادك. بعد ما عطيت لي الخضار كده يعني اسمها كده الصدمة بتاعته مع المكرونة لسان عصفور، هحط بقى البهارات، ملح وفلفل اسود. في بهار كده بيتحط بيخليها حتة تانية خالص اللي هو بودرة الكير. هاتيها من عند العطار، بتعمل طعم تحفة جدا في شوربة الخضار. مش هتندمي لو جربتيها بودرة الكاري. هتخلي كده طعمها لذيذ جدا وهتخلي اولادك يحبوها. هنحط هنا مرقة. المرقة دي لو انت ما عندكيش شوربة لحمة او شوربة فراخ، فانا حطيت مكعب مرقة، والمية بتاعتنا سخنة او فترة او باردة عادي زي ما انت عايزة. بس لو انت عايزة تسلقي يعني هنحط مية سخنة عشان خاطر تعملي الحاجة بسرعة. هتسيبيها لغاية ما تاخد سواها خالص، هي مش تاخد وقت يعني تقريبا اقل من ربع ساعة. رجعنا مع بعض اهوت كده نشوفها. هي خلاص على وشك اللي هي تستوي خالص. هنطفي عليها كده، انا مش هولع عليها تاني، انا بسيبها شوية مجرد ما تبرد بتلاقي استوى بتاعها اكتمل. فكده تاكلي بالهنا والشفا احلى شوربة خضار معايا. بس نفذيها بكل التركات وجربيها ومش هتندمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.